السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا بفيديو جديد واللي هو تبسي بتيتا أو تبسي بطاطا، أو احنا نقول بالعراقي طاوة. طبعا راح أسوي الطاوة بالدجاج واستخدمت بيها يعني خضروات ويا الدجاج. أنا هنا استخدمت دجاجة كاملة، تقدرون تستخدمون أي منطقة تحبوها بالدجاج سواء كانت فخاذ أو جناحات أو حتى يعني تقدرون تسووها فقط من صدر دجاج، بس يعني استخدمت دجاجة كاملة هي تطلع أطيب إذا استخدمنا دجاجة كاملة. نجي للمقادير. عندي هنا المقادير، عندي دجاجة كاملة غسلتها ونظفتها كل زين ونقعتها مي وخل وليمون وملح مدة ساعتين. نجي للمقادير. الخضروات اللي عندنا، عندي 3 حبات من الفلفل الخضراء، 4 سنون أو فصوص من الثوم، 4 حبات من البتيتا أو البطاطا، عندي 4 حبات من البصل، أنا استخدمت هنا البصل البنفسجي، و3 حبات من الطماطم. نجي هنا للبهارات اللي راح نستخدمها. عندي هنا الملح، وهنا عندي الليمندوزي أو ملح الليمون أو ستريك أسيد، وهنا عندي ملعقة كوب من الكمون، ملعقة كوب ممسوحة من الفلفل الأحمر الخشن، فلفل أسود، بابريكا ملعقة صغيرة، هيل، وهنا عندي 7 بهارات، وهنا عندي الكزبرة. الكزبرة طبعا كلش مهمة بوصفات الدجاج، تنطي طعم كلش طيب للدجاج. بعد ما كملنا البهارات راح نجي للخضروات اللي احنا محضريها. اول شي راح ابدي اقطع البصل، راح اقطع كل الخضروات بهذا الشكل، اقطعها بشكل دوائر. بالنسبة للكمية تقدرون تتحكمون بالكمية حسب يعني أفراد العائلة أو حسب الكمية اللي انتوا تريدون تسووها. بالنسبة للخضروات تقدرون يعني تكثرون بكيفكم، تقدرون تقللون بكيفكم، بس الأهم شي يكون أو تكون الخضروات متساوية، يعني مو 5 حبات بصل حبة بطاطا، طبعا ما راح تطلع أو ما راح يطلع التبسي عندكم طيب. نقطع البطاطا بهذا الشكل أو البتيتا بهذا الشكل، طبعا نقطعها شوية تكون ثخينة، يعني تكون دوائر البتيتا بهذا الشكل الثخن هذا، لأن راح أخليها ساعتين بالفرن، فما أريد البتيتا عندي تذوب وأريدها تطلع عندي يعني القطع صحيحة. ونكمل كل الخضروات مثل ما شفتم بنفس الطريقة. هسه بعد ما كملت تقطيع الخضروات، أول شي راح أضيفها، طبعا أنا راح أسويها بصينية الفرن لأن الكمية عندي كبيرة، فراح أسويها بصينية الفرن. تقدرون تستخدمون بايركس، أي شي انتو ترغبونه أو تحبونه. أول شي راح أوزع البصل بهذا الشكل. شوفوا البصل ايش قد يجي منظره كلش حلو، فأوزع أول شي البصل. ثاني شي أوزع البتيتا، أوزعها بهالشكل هذا. بعد ما وزعت البتيتا راح أرجع أملحها. أول شي أخلي ملح، لازم أملح البتيتا، لأن ما إذا أخليت كل الخضروات والدجاج فما راح تاخذ من البهارات يعني النكهات اللي أنا حضرتها، فطبقة طبقة وأملح وأخلي بهارات. طبعا خليت الملح والليمندوزي. هسه البهارات اللي عندي أخلطها كلها بهالشكل هذا، كلياتها أخلطها سوا، يعني تكونت عندنا خلطة. وهم راح أخلي كمية للبتيتا والبصل بهالشكل هذا. هسه بعد ما كملت البهارات والملح، راح أقطع الفليفلة. مفروض أنا مقطعتها بس خليتها على صفحة، وأضيف الفليفلة. هنا ضفت الفليفلة ورجعت أضيف الدجاج بهذا الشكل، أوزعه كله بالصينية. طبعا أنا أشيل الجلد من الدجاج، يعني خاصة من أسلقه أو أسويها هيجي طاوة أو تبسي، أشيل الجلد، ما أستخدم الجلد بس بحالة الشوي. أرجع هم من أملح الدجاج وأخلي له البهارات، وأخلي الثوم اللي احنا محضريه. وهنا أنا راح أقطع الطماطم بهذا الشكل وأرجع أضيفها للطاوة اللي راح نسويها. راح أوزعها بهالشكل هذا. تريدون تسووها دوائر بكيفكم، بس أنا ما سويتها دوائر، حبيت أسويها بهالشكل هذا. هنا أنا راح أضيف 6 قلاصات مي. طبعا هذا القلاص ياخذ 3 قلاصات، فضفت 2 يعني معناها 6.
وتقريبا ضفت نص استكان زيت، أي ما يعادل ربع كوب زيت. وهسه راح ادخلها للفرن مدة ساعتين على درجة حرارة 350. طبعا هنا انا تقريبا استوت عندي الطاوة، او استوى عندي تبس الدجاج. هسه راح اضيف له معجون، ملعقتين كبار من المعجون، وخاشوقة كبيرة ملح، لان راح نحتاج ملح. البتيتة تاخذ الملح والحامض يعني اكثر شي، فضفت هنا أنا مي حار للمعجون. وهسه راح اضيفه للطاوة او التبسي الدجاج. هنا أنا مثل ما تشوفون استوى عندي. هسه اضيفه بهالشكل هذا، اوزعه للصينية، واخلي شوية ادهن بيه الدجاج. صار أنا بهذا الشكل. هسه راح ادخلها للفرن مدة تقريبا 15 دقيقة الى 20 دقيقة، بس ياخذون عندي لون، واطلعهم وصاروا بهذا الشكل. وهنا استوت الطاوة وجهزت عندي صينية الدجاج او تبسي الدجاج. طبعا التسميات هواية والمعنى واحد. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الدهن، شوفوا الشكل، كلش كلش حلو. هسه راح ناخذ لنا صحن ونشوف طعمها شلون صاير. طبعا هاي الأكلة يعني انطلبت مني، قالوا يعني بالحرف نريد هاي الطاوة أو هذا التبسي، فأني سويتها. واللي أكل من عندها يعني قال فعلا فعلا طعمها يعني يخبل، وكلش كلش طيبة، خاصة الحموضة كلش كلش تنطي طعم طيب للطاوة. هنا ناخذ لنا قطعة من أو قطعتين من الدجاج، شوية من البطاطا. وهسه راح ناخذ من الخضروات ونخلي شوية من المي أو مرقة الطاوة، ونجي نذوق شوية من الفلفل الأخضر. ناخذ هيجي من كل الخضروات، وهذا سنثوم. بعد ما أخذنا لنا كمية من الطاوة اللي سويناها، هسه راح نذوق ونشوف. طبعا هنا قربت الكاميرا حتى تكون الصورة واضحة. نقول بسم الله ونشوف الطاوة شلون صايرة. نسحب العظم بهذا الشكل، شوفوا ينسحب بكل سهولة، لأن الدجاج مستوي كلش، يعني كلش كلش مستوي لدرجة من حاله يتفلش اللحم. هسه راح تشوفون من راح اقطع اللحم، شوفوا كلش كلش مستوي. اني الطاوة احبها تكون بهذا الشكل، واحيانا من اسوي هاي الطاوة اسوي وياها تمن، لان ويا التمن تطلع كلش طيبة. وتقدرون اذا انتم تحبون تاكلون وياها تمن تقدرون تاكلوها هيج بالخبز. هسه راح اسوي يعني تجي لقمة، اخلي من كل الخضروات واللحم بهالطريقة هذه. واذا تحبون مثل ما قلت تسوون وياها تمن، مع التمن تطلع بعد اطيب. في حال سويتها مرة ثانية او سويتها بغير طريقة اسوي وياها تمن همينة اصورها وانزلها بالقناة. ناخذ من كل الخضروات اللي موجودة بالطاوة، نسوينا لقمة مرتبة. طبعا هنا انا جبت المدبس اللي سويته قبل فترة، واكيد محضرة غير يعني شغلات الاكل وياها مثل المخضر او البصل الاخضر. وبالنسبة لطعم الطاوة ما تتخيلون ايش قد طيبة، خاصة الحموضة اللي بيها ضافت لها طعم كلش طيب. بالنسبة للبهارات طبعا اني مثل ما شفتوا بالفيديو بالبداية يعني ما ذكرت هذا الشي، ما خليت كل البهارات لان عندي اطفال، فما ردتها تكون حادة كلش. في حال ظلت عندكم بهارات تقدرون تحتفظون بها وتستخدموها لغير وصفات. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في حال عجبتكم الوصفة وحبيتوها ما تنسوني من اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الوصفات. وأتمنى لكم مشاهدة طيبة، وإن شاء الله نلتقي فيديوهات أخرى ومزيد من الوصفات بإذن الله تعالى.